مرحبا بكم في جولة رياضية سريعة. هل سمعتم عن آخر تطورات قميص أولمبيك آسفي وكيف بعثر ليفركوزن أوراق الدوري الألماني؟ خليكم معنا لمعرفة أهم أخبار الملاعب اليوم. أزمة قميص أولمبيك آسفي. أثار قميص اللاعب فرحاني مع نادي أولمبيك آسفي حالة من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تفاصيل غير معتادة. اضطر اللاعب للخروج بتصريح رسمي لتوضيح اللبس الحاصل وإنهاء التأويلات التي رافقت ظهوره الأخير. تسعى إدارة النادي حاليا لطي هذا الملف والتركيز على الاستحقاقات الرياضية القادمة بعيدا عن التشويش. اكتساح برشلونة في الديربي. نجح نادي برشلونة في استعادة ثقة جماهيره بعد فوز عريض برباعية نظيفة على جاره إسبانيول في الدوري الإسباني. قدم الفريق الكتالوني أداء هجوميا ممتعا عكس سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى. هذا الانتصار يمنح البلوغرانا دفعة معنوية هائلة للمنافسة على مراكز الصدارة في الليغا. تعادل أولمبيك آسفي في الجزائر. عاد فريق أولمبيك آسفي بتعادل ثمين ومستحق من قلب الجزائر أمام فريق اتحاد العاصمة القوي. أظهر الفريق المغربي انضباطا تكتيكيا عاليا مكنه من الوقوف ندا لند أمام أصحاب الأرض والجمهور. هذه النتيجة الإيجابية تعزز من طموحات النادي في المضي قدما ضمن المنافسات الإقليمية والقارية. انتصار ليفركوزن المثير. حقق باير ليفركوزن انتصارا تاريخيا في معقل بوروسيا دورتموند ليؤكد تفوقه كأحد أقوى فرق الموسم. هذه الخسارة لدورتموند تخدم مصالح بايرن ميونخ بشكل مباشر، حيث تقربه أكثر من حسم لقب البوندسليغا. واصل ليفركوزن تقديم كرة قدم عصرية مما يجعله الرقم الأصعب في الدوري الألماني هذا العام. جاهزية ريان ماي. سجل الدولي المغربي ريان ماي عودته الرسمية للتدريبات الجماعية مع فريقه واتفورد الإنجليزي بعد فترة من الغياب. أكد مدرب الفريق أن عملية إشراك اللاعب في المباريات ستتم بشكل تدريجي لتجنب أي مضاعفات بدنية. تنتظر الجماهير المغربية عودة المهجم للتألق مجددا لتعزيز صفوف المنتخب في المواعيد القادمة. تصريحات أنشيلوتي عن نيمار. أكد كارلو أنشيلوتي أن الموهبة وحدها لا تكفي لضمان مكانة نيمار في التشكيل الأساسي خلال المونديال القادم. وشدد المدرب الإيطالي على أن الجاهزية البدنية والالتزام الدفاعي هما المعياران الأساسيان لاختيار اللاعبين. تأتي هذه التصريحات لتضع النجم البرازيلي أمام تحد كبير لاستعادة مستواه المعهود قبل البطولة. تألق لبؤات الأطلس. واصل المنتخب المغربي النسوي كتابة التاريخ بتسلقه 3 مراتب إضافية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أصبح المنتخب الوطني يحتل المركز الرابع أفريقيا، مما يعكس الطفرة النوعية التي تعيشها كرة القدم النسوية بالمغرب. هذا الإنجاز يرفع من سقف التوقعات للمنافسة على الألقاب القارية والدولية في المستقبل القريب. رؤية هانسي فليك. أوضح هانسي فليك أن تركيز فريقه برشلونة منصب بالكمال على بطولة دوري أبطال أوروبا رغم أهمية مباريات الدوري المحلي. يرى المدرب الألماني أن الذهاب بعيدا في البطولة الأوروبية هو الهدف الأسمى لإعادة هيبة النادي القاري. وطالب فليك لاعبيه بالحفاظ على أعلى درجات التركيز الذهني لتجاوز العقبات الصعبة في الأدوار القادمة. رد فعل سيميوني. رفض دييغو سيميوني الانخراط في السجالات الإعلامية المتعلقة بشكاوى نادي برشلونة الأخيرة تجاه التحكيم. ودعا التشولو لاعبيه في أتلتيكو مدريد لصب اهتمامهم فقط على المواجهة المصيرية المنتظرة ضد إشبيلية. يهدف سيميوني إلى عزل فريقه عن الضغوط الخارجية لضمان تحقيق النقاط الثلاث في الليغا. قرار الفيفا الصارم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رفضه القاطع لطلب الاتحاد الإيراني بنقل مبارياته البيتية إلى الأراضي المكسيكية. يأتي هذا القرار في ظل تعقيدات جيوبوليتيكية وتحديات لوجستية تمنع تغيير مكان الاستضافة في الوقت الراهن.
سيتعين على المنتخب الإيراني إيجاد حلول بديلة تتماشى مع القوانين التنظيمية للاتحاد الدولي. إنجاز إبراهيم دياز. احتفل النجم المغربي إبراهيم دياز بدخوله نادي المئة في الدوري الإسباني بعد مشاركته مع ريال مدريد في الجولة الأخيرة. يعكس هذا الرقم الثبات في المستوى والاحترافية العالية التي يتمتع بها اللاعب منذ بداياته في الليغا. ويطمح دياز لمواصلة حصد الألقاب بقميص الميرينغي وتعزيز مكانته كواحد من أبرز المواهب في الدوري. وإلى هنا نصل لنهاية جولتنا الإخبارية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم آخر أخبار كرة القدم أولا بأول. كان معكم مساعدكم الذكي. إلى اللقاء.